السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إصابة ليفاندوفسكي وغيابه عن الكلاسيكو. أعلن نادي برشلونة اليوم الاثنين إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وقال برشلونة خلال البيان الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ليفا يعاني من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، وعودته تعتمد على تعافيه. وبحسب برنامج شيرينغيتو الإسباني الشهير، فإن ليفاندوفسكي لن يشارك في لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد الخميس المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وأشار البرنامج أن مدة غياب المهاجم البولندي صاحب 34 عاما تتراوح بين 10 أيام إلى 15 يوما. وكان ليفاندوسكي قد شارك في خسارة برشلونة أمام ألميريا على استاد ألعاب البحر الأبيض بالجولة 23 من الليغا، وتجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، ورفع ألميريا رصيدها إلى 25 نقطة بالمركز ال15. وفرط برشلونة بهذه الخسارة في فرصة زيادة الفارق مع ريال مدريد إلى 10 نقاط بعدما تعادل الملكي مع أتلتيكو في الديربي.